مساء الخير مشاهدينا. مقاتلات تدك ليبيا دكا منذ أشهر، أنواع مختلفة منها شاركت في الحملة العسكرية على ليبيا. شكلت الطائرات الحربية البريطانية والفرنسية رأس الحربة فيها، فقد زجت بريطانيا بمقاتلة تايفون لقصف المواقع الأرضية الليبية، وهي تتميز بقدرتها على تحاشي أجهزة الرادار وتحمل صواريخ متوسطة وقصيرة المدى. وشاركت في الغارات أيضا مقاتلة تورنيدو الهجومية المزودة بصواريخ ستورم شادو الطويلة المدى، إضافة إلى طائرة الاستطلاع نيمرود التي تستخدم في جمع المعلومات وتتميز بقدرتها على الطيران البطيء ولمدة طويلة. وهناك طائرة استطلاع أخرى من طراز سنتينال تستخدم عادة في تعقب القوات الأرضية للعدو. أما فرنسا فقد كانت في تصرفها مقاتلة داسولت غفال المتعددة المهام التي تستخدم في مهاجمة القوات الأرضية والقيام بعمليات مسح جوي. هذا إضافة هذه المقاتلة مزودة برادار متطور وبإمكانها مراقبة 8 أهداف في الوقت نفسه وتعقبها والتقاط خرائط ثلاثية الأبعاد. أندرس فوغ راسموسن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الذي أكد خلال هذا الأسبوع أن عهد القذافي على وشك الزوال أجابه بأنه لا يخشى طائراته ولا مقاتلاته. لنتابع. ماذا تريدون؟ ماذا تريدون؟ لماذا هذا القصف المتوالي؟ تريدون خضعنا؟ لن تخضعونا. We have turned the tide of terror unleashed by the Gaddafi regime. ولن تستطيع طائراتكم أن توقف الزحوفات المليونية. We have saved countless lives. صبوا ناركم كيفما شئتم فلن تجدوا جبانا. And we have relieved the pressure on cities such as Misrata. نحن أقوى من صواريخكم، أقوى من طائراتكم. We have damaged or destroyed almost 1,800 legitimate military targets. سنزحف عليها بالزحوفات المليونية لتجريدها من السلاح بدون قتال. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والشهيد حبيب الله، والشهيد حبيب الله، لا إله إلا الله. يا ربي يا سويدي، يا ربي مع أولادنا يا رب. Gaddafi has lost his grip over much of the country. ليست أول مرة تخصونا وتنهزموا وتندمون. وبين الصواريخ المستخدمة صاروخ كروز الذي يتجاوز طوله 6 أمتار وتبلغ سرعته 700 ميل في الساعة ويصل مداه إلى 1000 ميل، وبإمكانه حمل رأس متفجر يبلغ وزنه طنا ويستخدم ضد المواقع والمباني والعوائق الإسمنتية الكبيرة. طائرات شمال الحلف الأطلسي أو الناتو قامت بأكثر من 7000 طلعة جوية حتى الآن، طلعات يبدو أنه لا يكمن وراءها بعد عسكري فحسب وفق خبراء بل أبعاد أخرى. لنتابع. التكلفة الفعلية عشان نبقى عارفين الطائرة المقاتلة الساعة الواحدة بتكلف حوالي 40,000 دولار. بعد ما قيام انتهاء الثورة هيكون هناك بالتأكيد إعادة بنية كاملة لليبيا. ليبيا اتدمرت تقريبا، فالدول دي بتحجز مكانها حاليا في الاستثمارات القادمة بداخل ليبيا. ليست فقط البعد العسكري ولكن البعد الاقتصادي والاستثماري هام، والبعد السياسي وهو الدعم السياسي الأوروبي للمنطقة العربية ولأول مرة بهذا الشكل الكبير. هذا لجهة المقاتلات المستخدمة. أما على صعيد الكلفة وتداعياتها فقد توقع الخبراء أن تصل قيمتها بالنسبة إلى بريطانيا وحدها إلى أكثر من 1,600,000 دولار إذا استمرت الحرب حتى الخريف المقبل. هذا في الوقت الذي تطالب فيه حكومة الائتلاف البريطانية بخفض كبير في النفقات الدفاعية. فاتورة الحملة العسكرية البريطانية على ليبيا على مدار الشهرين الماضيين زادت على 160 مليون دولار، وهو رقم يفوق بكثير المبلغ الذي خصصه وزير الخزانة البريطاني جورج أوزبورن في مارس الماضي لعمليات القوات البريطانية في ليبيا، وشارك فيها أكثر من 1000 عسكري. وقد أقر كبار العسكريين بأن الحملة ستستمر حتى سبتمبر المقبل وستكلف بالتالي نحو 650 مليون دولار إضافية. إذن الحلفاء الأوروبيون ماضون في حملتهم العسكرية على ليبيا في الوقت الذي حذر
حذر فيه وزير الدفاع الأمريكي روبرت جيتس من وجود ثغرات في القدرات القتالية والإرادة السياسية يمكن أن تؤثر على فاعلية المهمة المناطة بحلف شمال الأطلسي. شكرا مشاهدينا على المتابعة. عودة إلى الزميلة هدى. شكرا مريم. مشاهدينا، نشرتنا مستمرة وفيها